مساء الخير على حضراتكم جميعا او صباح الخير حسب الوقت اللي انتم شايفينه. طيب، كل سنه وانتم طيبين بالعام الهجري الجديد. وقبل ما نبدا كلامنا وقبل ما نبدا الموضوع اللي انا عاوز اتكلم فيه وحابب اتكلم فيه مع حضراتكم، هسال سؤال واحد: هو ليه احنا ما بنقدرش نستغنى عن الموبايل؟ يعني انا لو سالت اي حد وقلت له ايه اللي انت ماسكه في ايدك ده، هيقول موبايل. خلاص ما بقناش نقدر نستغنى عنه وما بقناش نسيبه من ايدي. طيب كل الناس هتجاوبني وتقول لي ان احنا ده شغلنا ومصالحنا وتطبيقاتنا وما نقدرش نستغنى عنه. يعني صاحب الشركه ماشي شغله بالموبايل، الطالب النهارده بقى يذاكر بالموبايل، كل حاجه بقت بالموبايل. طيب يا ترى انت لما بتخلص شغلك بتسيبه من ايدك؟ يعني تقدر تستمتع بحياتك كده وتسيب الموبايل من ايدك للحظات وتعمل اي حاجه مفيده؟ تهيألي ما عادش الكلام ده بيحصل. طب هل الموبايل هو اللي بيمشيك ولا انت اللي بتمشيه؟ يعني بتقدر تتحكم فيه فعلا ولا هو اللي بيتحكم فيك وبيمشيك؟ طب ايه شعورك وانت داخل على الواتس مثلا ترد على رساله شغل او تشوف اشعار فيس، ولقيت نفسك قاعد ساعة أو اتنين أو أكتر، بتعمل سكرول وبتشوف الناس اللي بتطبخ والناس اللي بتتخانق والناس اللي بتعمل مقالب، بتضيع أكتر من ساعتين في حاجة أنت مش مستفيد منها خالص. يعني مفيش أي فايدة في اللي أنت بتعمله ده. باختصار، أنا عاوز أقول إن إحنا قدام أكبر عملية تثبيت في التاريخ. بس المرة دي مفيش حد ماسك لنا مطوة ولا قطع علينا الطريق، بالعكس إحنا اللي سلمنا نفسنا بإيدينا وبإرادتنا ووقتنا بإيدينا وبإرادتنا. النهارده سر السعاده بقى في الموبايل. الطالب اللي بيذاكر مش عاوز يذاكر، عاوز يفتح الموبايل. الموظف مش عاوز يشتغل وعاوز يقعد على الموبايل. ما عادش في حد بيعمل اي حاجه بضمير النهارده لما يكون معاه موبايل موجود في ايده. طيب ايه الحل وايه الموضوع والموضوع هيمشي ازاي؟ ده الموضوع بقى الكلام اللي انا عاوز اتكلم مع حضراتكم فيه. ده الموضوع اللي انا عاوز اتكلم مع حضراتكم فيه. اخوكم الصغير او الكبير بقى حسب السن اللي بيتفرج عنه. وهنقول السؤال المهم جدا: احنا ليه ما بنقدرش نستغنى عن الموبايل؟ وهل دي صدفة ولا سر صنع زي ما بيقولوا، يعني من الشركات الكبيرة اللي بتكسب مليارات مش ملايين؟ شركات التكنولوجيا والموبايلات وبتكسب مليارات لأن تسويقها يعتبر أعلى منتج بيتسوق في العالم. طيب أنا قريت في بعض المواقع يعني إن في مادة في الدماغ اسمها الدوبامين، دي مادة السعادة اللحظية. إزاي المادة دي بتخليك سعيد ومنتشي وفرحان وأنت قاعد تستمتع تتفرج على حاجة زي الموبايل؟ شركات الموبايل جابوا علماء النفس وقالوا لهم احنا عاوزين طريقه ما تخليش الناس تستغنى عن الموبايل. ومن هنا بدأ الصراع بقى بين التطبيقات والمواقع والمنصات، انها كل يوم ازاي كل يوم تنزل حاجه جديده وتشد المتابع وتشد المشاهد ليها. وطبعا كل ما حاجه جديده تنزل حضرتك تستناها زي ما تكون مستني الجرعه، زي المدمنين بالظبط. هنا الموبايل النهارده بقى ادمان فعلا. كلمه ادمان دي يعني حرفيا بقى ادمان. بالاضافه بقى الى شغل الخوارزميات اللي هو ان هي بتفهم، بالاضافه بقى لشغل الخوارزميات اللي هي فهمت انت عاوز ايه بالظبط وبتدور على ايه وبتعرضه لك. يعني بتساعدك على انك ما تستغناش عن الموبايل خالص. وهي بتقوم بشغلها، ده سر الصنعه زي ما بيقولوا يعني. ان هي بتعرض الحاجه اللي انت مهتم بيها واللي انت بتدور عليها، وبتجيبها لك من الاف الفيديوهات وبل ملايين الفيديوهات عشان تمر قدامك وتشوفها وتركز وتسمع وتقعد، تلاقي نفسك ساعة اتنين تلاتة ما انتش حاسس بوقتك خالص. وأصبحت التطبيقات دي مش مجرد تطبيقات، لا دي مصيدة بتخليك تقعد قدامها بالساعة والاتنين والوقت بيعدي ما عادش. زمان كان في وقت، أو كان الوقت مهم يعني.
زمان كان عندنا وقت، وكان زمان كان عندنا وقت نعمل فيه أي حاجة إحنا عاوزينها ونخلّص شغلنا. دلوقتي لو سألت أي واحد على أي حاجة يقول لك أنا ما عنديش وقت، ما عنديش وقت، وهو مضيّع ساعتين 3 في فرجة على حاجات ما لهاش أي لازمة أو مش هتفيده، يعني مش عايزين نقوله ما لهاش أي لازمة، مش هتفيده. كمان إزاي التطبيقات، بيُقال يعني إن في حاجة اسمها notification. كمان إزاي التطبيقات دي عملت الnotification اللي هو القلب الأحمر، وهل ده اللون ده طبيعي والّا هي بتشدّك باللون ده وتخلّيك تركّز فيه أو تنتبه ليه أكتر يعني. كل ده عملته يعني باختصار التطبيقات والمنصات والمواقع أصبحت النهارده بتشتت انتباهك عن أي شيء غير الموبايل وغير البرامج اللي هي بتنزّلها وغير المحتويات اللي هي بتنزّلها، علشان تقعد أطول فترة عشان تقعد أطول فترة ممكنة على الموبايل. من ناحية تانية بقينا نقارن نفسنا باللي بنشوفه على السوشيال ميديا. الناس إزاي ده بيسافر برّه، وده جاب عربية، وده بياكل في مطعم كبير وفخم، وإزاي الناس دي بقى معاها فلوس. آآ أنا عاوز أقول لك إن ال15 ثانية اللي بيتعرضوا على الشاشة ده، أنا عاوز أقول لك إن ال15 ثانية اللي بيتعرضوا على الشاشة دول هم اللي الناس عاوزاك تشوفهم. يعني طبعًا هم مش هيبيّنوا لك خناقاتهم ولا مشاكلهم ولا هم عندهم ديون والّا لأ، ولا واحدة طالعة قايمة من النوم شعرها منكوش ولا الكلام ده كله. هم عاوزينك تشوفوا ال15 ثانية اللي هم عارضينها. إحنا النهارده بقينا للأسف يعني بقينا نقارن حياتنا الصعبة التعبانة بفيديو. كمان من ناحية تانية إحنا بقينا نقارن أو نبُص للناس اللي على السوشيال ميديا ونقول ده حياتهم بقت زي الفل. إحنا بنشوف ده بيسافر هنا، وده جاب عربية، وده بياكل في مطعم فخم، وده بيعمل كذا وكذا، وإحنا قاعدين متضايقين وحاسين بالنقص وحاسين إن حياتنا تعبانة. أنا عاوز أقول لك إن ال15 ثانية اللي أنت بتشوفهم دول هم اللي الناس عاوزاك تشوفهم. يعني هم مش معقولة هيطلعوا لك يعملوا لك فيديوهات عن خناقاتهم أو عن ديونهم أو عن مشاكلهم أو. ال15 ثانية دول مترتبين ومتصورين بحيث إن أنت تشوفهم وأنت مبسوط يعني. إنما إحنا بقينا نقارن مشاكلنا وحياتنا التعبانة بفيديوهاتهم اللي مليانة فلاتر وألوان ومونتاج، وبقينا نحس إن الحياة صعبة إن إحنا عندنا نقص. لكن إحنا في الحقيقة والله عندنا نِعَم كتير جدًا ربنا مدّيها لنا، بس الموبايل هو اللي عاملنا عنها. طيب إيه الحل وإيه الوضع وإيه اللي ممكن نعمله؟ آآ كمان المشكلة الكبيرة بقى الأطفال والموبايل، ودي يعني حاجة كارثة. إزاي الطفل أول ما والده أو والدته بييجوا من الشغل، ده لو ما كانش معاه موبايل يعني، يقول لهم هاتوا الموبايل، ويقعد يفتح الفيديوهات واليوتيوب ويقعد يشتغل آآ أكتر من ساعة، ساعة، 2، 3 يعني ما تعدّش. ولو قُلت له ذاكر نُص ساعة يبقى زعلان وتعبان، وكل ده خَد من تركيزه وخَد من مجهوده وخَد من وقته، وما عادش بيقدر يذاكر ولا يستوعب زي الطفل العادي أو زي زمان، يعني زي ما كنا إيه فاضيين ومخنا رايق وممكن نعمل أي حاجة وممكن نروح نلعب. دلوقتي ما عادش حد بيعمل أي حاجة من دي. ما عادش حد بيهتم حتى بمصالحه ولا مذاكرته قد ما بيهتم بقعدته على الموبايل، قد ما بيهتم بقعدته على الموبايل. حتى وإحنا قاعدين مع بعض، حتى وإحنا قاعدين في البيوت، كل واحد ماسك الموبايل، كل واحد في دنيا تانية وفي دوامة تانية.
لو قعدت مع أصحابك على القهوة شوية تلاقي كل واحد ماسك موبايله قاعد على الترابيزة ماسك موبايله. طب أنتوا خرجتوا ليه من الأول مع بعض عشان تعملوا كده؟ كان كل واحد قاعد في بيته. يعني القعدة في البيوت، القعدة في المواصلات، في كل حتة تلاقي واحد ماسك موبايل أو واحدة ماسكة موبايل وشغال مع نفسه خالص. آه، مفيش حد بقى يتكلم مع حد زي الأول، ما عادش عندنا وقت، ما عادش في أي حاجة تخليك تستمتع بحياتك وتسيب وتسيب الموبايل من إيدك وتشوف مصالحك، مصالح أولادك، هم محتاجين إيه، هم عاوزين إيه، مذاكرتهم. يعني بصراحة باختصار الموبايل بقى يتحكم فينا بشكل غير عادي. وده سبب من أسباب العزلة الاجتماعية يعني بين الناس. يعني هو عمل عزلة بين الناس بشكل غريب جدا، وفجوات واضحة بين الناس حتى في الأسرة نفسها. يعني بقى في فجوات بين الأب والابن والأب والزوج والزوجة والكلام ده كله. طيب هل كل الناس بتستخدم الموبايل غلط؟ لا طبعا، في ناس بتستخدم الموبايل لمصلحتها وتوجهه توجيه صح، وت... وتستفاد منه وتكسب منه وشغلها يعني. طيب نعمل ايه؟ هل نرمي الموبايل في البحر؟ هل نستغنى عنه؟ هل نعمل ايه؟ والله في حاجات كتير ممكن الواحد يعملها عشان يستمتع بحياته من ناحية، ويمشي شغله من ناحية، وما يضيعش وقته من ناحية. يعني الواحد بيقوم من النوم الصبح يمسك الموبايل ويشوف. أول حاجة بيعملها بيمسك الموبايل ويشوف في إيه والأخبار لا، الساعة الصبح دي ساعة ملكك، يعني أنت ممكن تعمل فيها أي حاجة. ممكن تصلي، بعد تاخد قهوتك، تعمل أي حاجة، تلعب رياضة، تجري شوية، تعمل أي حاجة مفيدة يعني. كمان لما ترجع من شغلك وتدخل بيتك، حاول تسيب خلاص شغلك خلص، حاول تسيب الموبايل شوية من إيدك وتقعد مع أسرتك مع أولادك تشوفهم محتاجين إيه، إيه اللي ممكن تعمله لهم، إيه اللي ممكن تذاكر لهم، تساعدهم، تشوف طلباتهم. كمان قبل ما تنام مش لازم تمسك الموبايل. يعني خلي برضه في ساعة كده إنك تتكلم مع حد، إنك تشوف أي حاجة في التلفزيون، أي حاجة كده فيها يعني تبعد عن دوشة الموبايل شوية، تقفل إشعارات الفيس وتقفل إشعارات اليوتيوب وتقفل إشعارات التطبيقات والمنصات وكل ده عشان تقدر ترتاح شوية قبل ما. باختصار يا جماعة إحنا عاوزين يعني أي حد هيسمع كلامي ده ممكن يقتنع بيه. يعني هو هيحس إن هو هو نفسه في الدوامة دي أو في الموضوع ده. لأن إحنا كلنا، أنا واحد من الناس في الموضوع ده وفي الدوامة دي، ومش عارفين ومش قادرين نستغنى عن الحاجة دي ومش لاقيين لها حل. فأي حد إحنا كلنا في الدوامة دي وفي الموضوع ده وللأسف إحنا مش لاقيين له حل. يعني الواحد مقتنع بالكلام وعارف الكلام بس مش لاقي. يعني النهارده الحاجة بتخطفك وبتضيع عليها وقت كتير جدا وأنت ما أنتش حاسس. ربنا يا رب يوفقنا جميعا ونقدر نتغلب على المشكلة دي. الموضوع التاني بقى اللي هو مهم جدا، في بقى نقطة مهمة جدا، هي الناس اللي بتستفيد من الموبايل، وازاي الناس تستفيد من الموبايل وازاي تعمل محتوى كويس وازاي. نقطة تانية بقى، في ناس بتستفيد من الموبايل. طيب الناس دي بتستفيد من الموبايل ازاي او بتشتغل ازاي، والمحتوى اللي بتقدمه ايه على السوشيال ميديا والمحتويات دي بتكسب منها ازاي، والارباح بتيجي ازاي، وهل المنصات فعلا بتدي فلوس، وهل. طيب انا هتكلم باختصار على اللي انا اعرفه يعني على منصات التواصل الاجتماعي، وازاي انت تقدر تكسب منها فلوس، او ازاي تقدر تعمل محتوى يكون مقبول على المنصة. اولا، هل المنصات دي بتدي فلوس؟ يعني مثلا زي الفيس، هل بيدي فلوس او طبعا بيدي، ده مش فلوس، ده بيدي دولارات.
طيب إيه الشروط اللي محتاجها مثلا منصة زي منصة الفيسبوك عشان تفعل لك ربح أو تبعت لك دعوة؟ النهاردة كل حاجة بقت بالدعوة. النهاردة عشان تبعت لك دعوة، أول حاجة آه، في كلام كتير عن شروط جديدة اللي هي 10,000 متابع، 150,000 ساعة في أقاويل كتير عن شروط الفيس الجديدة، والناس بتتكلم وتقول 10,000 متابع، 150,000 مشاهدة آخر 28 يوم، 3 ريلزات أو 3 فيديوهات آخر 90 يوم لازم يكون على قناتك، لازم تكون القناة أو الحساب أو الصفحة مفتوحة من شهر، مثلا 30 يوم. الشروط دي، لكن الشروط دي مش واضحة يعني إن هي صح أو غلط أو محدش عارف. طيب إيه أهم شرط من شروط الفيس علشان تقدر تكون منشئ محتوى أو يكون عندك محتوى تقدر تاخد منه فلوس أو تقدر تكسب منه أرباح؟ هو المحتوى الأصلي. إزاي أنا أعمل محتوى أصلي؟ طيب يعني الفيسبوك بيشترط المحتوى الأصلي يكون ملكك بتاعك. طب يعني إيه محتوى أصلي؟ أول حاجة اللي أنا نعرفه عن المحتوى الأصلي إن المحتوى ده يكون ملك حاجة ملكك أنت. يعني مثلا فيديو صورته بموبايلك، صورة صورتها بموبايلك، فدي طبيعي إنها مش حدش تاني هياخدها ويعرضها. المحتوى الأصلي هو الحاجة اللي هي ملكك ومش ملك غيرك. بمعنى إن أنا مثلا لو صورت صورة أنا وواحد صديقي أحمد وصورتها بموبايلي وأنا اللي مصورها والصورة على موبايلي، فجه أحمد أخدها وحطها على حسابه، صفحته، هي كده ما بقتش ملك. طب ليه؟ ده أنا اللي مصورها ومن موبايلي، لأنه في واحد تاني عرضها، فهي كده أصبحت مش ملك، مش بتاعتي. ده المحتوى الأصلي لازم حاجة تكون ملكك، ما حدش عرضها غيرك أو ما حدش أخدها غيرك. تمام؟ حتى لو أنت اللي مصورها، حتى لو، فأنت لما تكون عاوز تعمل محتوى صور بموبايلك صورة ونزلها على صفحتك، واضمن ان ما فيش حد صورها، واعرف ان ما فيش حد نزلها قبلك، او اكيد انت هتبقى متاكد من كده لان ما فيش الصوره اللي انت صورتها، ودي هتبقى محتوى اصلي خاص بيك انت لانك انت اللي صورتها وانت اللي نزلتها على صفحتك، وما فيش يعني صورتك مش ما فيش حد هياخدها تاني. ده هو المحتوى الاصلي اللي احنا بنتكلم عنه. اللي الفيس بيدور عليه وبيشجعه وبينشره للجمهور، وبينتشر بسرعة جدا، والقنوات دي بتكبر جدا طالما هي فيها محتوى حصري أو أصلي. طيب في ناس تانية بتعمل محتويات رياكت، اللي هو بيجي يجيب فيديو ويقطع منه بعض الأجزاء وبيعلق بصوته على الفيديو وبيعلق بصوته على الفيديو مع صورة مصغرة يعني بجانب الشاشة كده. أو أنا مش شايف قنوات كتير جدا جدا شغالة بالشكل ده، بس هل يا ترى القنوات الجديدة اللي هي لسه ما اتفعلتش ربح ده بيبقى مقبول عندها؟ وفي شروط للموضوع ده. اول حاجه ان يكون الفيديو ده فيه اضافه، يعني انت ما خدتش الفيديو الاصلي عرضته او حتى لو كتمت صوته وعلقت بصوتك، ان ما يكونش يعني ما يكونش ايه. فالموضوع ده مقبول للربح بس ليه شروط معينه. يعني اولا انت لازم تعدل في الفيديو بشكل يخليه تعديل قولوا. هو الموضوع ده مقبول للربح بس بشروط معينه. يعني انت ممكن تاخد الفيديو وتعدل عليه تعديل جوهري، يعني ما يبقاش انت واخده مثلا بتعلق عليه بصوتك بس وظاهر صوت الفيديو ظاهر او في موسيقى ظاهره، وحتى لو كتمت الصوت برضه لازم يبقى في تعديل جوهري على الفيديو، بحيث ان احنا لو حذفنا الفيديو الاصلي، هل هيبقى الفيديو بتاعك انت له قيمه؟ او
او هو تكميله خلاص مع الفيديو الاصلي. فلازم الفيديو اللي انت تطلعه الرياكت ده يبقى له قيمه، وتكون انت اضفت عليه قيمه يعني اكتر من 50% 60%، علشان خاطر ايه ممكن ما يتقبلش لو هو تاخد نسخه كوبي كده من في ناس بتقدم محتوى رياكتات، يعني مثلا يجيب فيديو ويحاول وياخد منه لقطات معينه كده، وبعد كده يعرض الفيديو ده، يعني التعليق الصوتي بتاعه وصورته جنب الشاشه. وده مقبول بشروط معينه، انك تكون اضفت للفيديو حاجه، يعني عملت عمل حاجه تحويل، حولت الفيديو ده لعمل خاص بيك انت، او الفيديو القديم معالمه اتغيرت، اصبح الجديد ده ملكك انت او خاص بيك. طيب عموما احنا بنقول، طيب هل المحتوى الحصري كفايه وان انا اعمل محتوى لا، سياسات الفيسبوك بتعتمد على الايه برضه الاستمراريه، لان الخوارزميات بتقرا افكارك، تبقى عاوزه تعرف انت هتستمر ولا مش هتستمر. يا ترى نرشح الفيديو ده لمجموعه من الناس النهارده، طب مجموعه اكبر بكره. فلازم الاستمراريه، ولازم النشر اليومي، ولازم تنزل بوستات، ولازم تنزل صور وقصص، وتعمل ايه تشكيله كده يعني ايه، عشان بس الخوارزميات تفهم انك راجل جد وراجل عاوز تشتغل وما عندكش مشكله في الشغل يعني. طيب انا في ناس كتير عامله صفحات للاي اي، يعني مثلا رسوم متح... طيب في ناس كتير انا شايفها في السوشيال ميديا، في الفيس بالذات يعني، عامله صفحات صفحات. هو الغريب ان في ناس في الفيس عموما، يعني في السوشيال ميديا والفيس بالتحديد، عامله صفحات اي اي بالذكاء الاصطناعي، اللي هو المطرب او الممثل يحولوه لصيغه بيحولوه ل 3 دي بيكسر، اسلوب البيكسر، وبياخدوا صوت المطرب نفسه ويولدوا الفيديو من الصوره والمقطع الصوتي. انا مش عارف ازاي هم مستمرين، او انا سالت في الموضوع ده كتير جدا، قالوا لي ده مرفوض والفيس ما بيعتمدهوش وما بيديش عليه ربح، رغم ان المواقع او الصفحات دي بتنتشر بشكل غريب. يعني انا اعرف صفحات بيجي لها بال 50 60 الف متابع يوميا. انا ما اعرفش ازاي دي، بس فعلا دي انا شفتها والله. آه، مش عارف هل التحديثات الجديده هتوقف الارباح للصفحات دي، ولا هتعمل ايه؟ مش عارف. طب اصوات المطربين دول عليهم حقوق ملكيه؟ اه. طب الصور حتى لو اتحولت ل 3 دي برضه نفس الكلام، يعني في حقوق ملكيه. هل لو استخدمنا الذكاء الصناعي بشكل ابداعي اكتر هيبقى فيه؟ هل لو استخدمنا الذكاء الاصطناعي بشكل ابداعي اكتر هيبقى فيه؟ اكيد اكيد الناس دي ما بتعملش صفحات يعني وبتخسر. اكيد في حاجه مش مفهومه، او
وخلي بال حضراتكم كتير جدا بيتكلموا على القنوات اليوتيوب وعلى قنوات عن معلومات ومعلومات متضاربة يعني. ممكن واحد يقول لك ده مقبول، ممكن واحد يقول لك لا مش مقبول، وممكن واحد يقول لك ده مقبول بس لا، علق بصوتك انت، يعني استخدم الذكاء الصناعي براحتك بس اشتغل بصوتك انت. يعني اعمل محتوى كرتون، اعمل اي شخصية خيالية ابتكرها من دماغك، برومت معين كده تحطه على جيميناي جي بي تي يطلع لك شخصية وتبدأ تولد عليها صوت أو تعمل سكريبت وتشتغل. هل ده مقبول؟ ده أكيد مقبول فعلا يعني. لأن أنت ما خدتش صوت حد وما قلدتش صورة حد، فده أكيد حاجة من وحي خيالك أنت ومن شغلك أنت. طيب في ناس تقول لك أنا مش عايز، باختصار يعني عشان تكسب وتبقى ضامن الربح لازم تعمل آه، محتوى. باختصار يعني عشان تبقى ضامن الربح وعارف انك ماشي صح، عشان ما تتعبش على الفاضي لازم تعمل محتوى حصري. محتوى حصري اللي هو إن انت تشتغل صوتك، صورتك، موبايلك اللي بيصور، انت اللي بتصور، حد جنبك بيصور، المهم ان انت تشتغل بصوتك وبصورتك وانت اللي طالع في الفيديوهات، وانت اللي شغال على الصف. ففي ناس تقول لك لا ده انا مش هقدر اشتغل بصوتي او بصورتي، او مش هقدر احط صورتي على الشاشه واطلع على الصفحه واعمل محتوى. في ناس كتير جدا عامله محتويات من غير ما تطلع، ومن غير ما تبين نفسها، ومن غير الصوره ومن غير الصوت. يعني انا اعرف او سالت آه، كتير جدا، حتى كتبت على جي بي تي وجيميناي اكتر من مره يعني، هل الذكاء الصناعي هل الذكاء الاصطناعي مقبول في الفيس؟ فالاجابه كانت انا مش عارف هي الاجابه صح ولا غلط. بس طيب انا سالت على موضوع الذكاء الاصطناعي وهل الفيس والمنصات بتقبل بالذكاء الاصطناعي؟ هم اكيد بيقبلوا بيه بس بشروط برضه. يعني بمعنى انك انت ما ينفعش تاخد شخصيه حد وصوت حد وتعمل عليها وتولد منها فيديو. رغم ان انا شايف في قنوات كتير جدا شغاله بالنظام ده، بياخدوا صور المطربين ويحولوها ل 3 دي بيكسر تول، وبياخدوا الصوت بتاع المطرب ويعملوا مقاطع فيديو كده فكاهيه 15 ثانيه 20 ثانيه، تبقى شكلها جميل جدا والناس بتحبها وسريعه الانتشار جدا جدا. والقنوات دي بتنتشر، يعني الصفحات دي بتنتشر بشكل كبير جدا. طب يا ترى هم ما بيكسبوش ولا هم بيكسبوا ولا في ربح ولا مفيش ربح؟ أنا مش متأكد من الموضوع ده. بس أكيد يعني أصوات المطربين عليها حقوق ملكية والصور كمان حتى لو اتحولت لكرتون أو بيبقى لها حقوق. فأنت عشان تخرج من الدوامة دي فأنت عشان تخرج من الدوامة دي ومجهودك ما يضيعش وتبقى شغال صح، في طريقة ممكن تتعمل بالذكاء الاصطناعي، وصورتك ما تظهرش وصوتك ممكن ما يظهرش كمان، عن طريق ابتكار الشخصيات نفسها. يعني انت لو عاوز تشتغل في الكرتون اعمل شخصية خاصة بك انت، برومت من على برومت من جيميناي او شات جي بي تي، هيعمل لك شخصية كرتونية بالشكل اللي انت عارفه، ولا الشكل اللي انت عاوزه، وتبدأ تصمم عليها، تعمل لها تعمل منها مسلسل، تعمل منها مقاطع، تعمل اي حاجة. طيب في طرق تانية ممكن تكسب بيها أو تطلع بيها بمحتوى على الفيس من غير ما تبين صورتك أو حتى كمان صوتك يعني. ممكن تعمل محتوى بالذكاء الاصطناعي يكون مقبول، بحيث إن أنت ما تاخدش حاجة عليها حقوق ملكية من حد. يعني مثلا لو عملت شخصية مبتكرة من بروميت من جيميناي أو شات جي بي تي، وأصمم لك شخصية خاصة بك أنت،
حد بيتكلم، حد بيدي نصايح، حد بيعمل أي حاجة، زي القنوات أو الصفحات اللي انتشرت الأيام الأخيرة دي بهذا الشكل يعني. فبيجيبوا الشخصيات بيعملوا شخصيات كرتونية مبتكرة كده من خيالهم، وبيولدوا عليها صوت من أي موقع توليد أصوات، وبيحاولوا يعملوا فيديو كرتوني كده شكله جميل وخفيف، والناس بتحبه يعني حاجة كوميدية كده. وبرضه الشغل ده بينتشر جدا وبيجيب فلوس. طيب أنا أعمل إيه لو واحد مش عاوز يطلع بوشه، يقول لك أنا مش عاوز أطلع على الشاشة، أو مش عاوز أعمل صفحة، ومش عاوز الناس تشوفني أو تسمع صوتي، أو في حلول كتير على فكرة للموضوع ده. يعني أنت ممكن تعمل محتوى بالذكاء الاصطناعي بس بشروط بقى. يعني ما تحاولش تاخد شخصية حد معروف، أو تاخد صوت حد معروف عليه حقوق ملكية وتعمل بقى محتوى. لا، أنت ممكن تبتكر شخصية لنفسك. يعني ممكن تعمل شخصية لنفسك أنت، آه، محتوى حلو خالص، محتوى منتشر، الناس تتفرج عليه، حاجة كوميدية كده. ممكن تعمل أي شخصية كرتونية من برومت من شات جي بي تي جيميناي، يعمل لك شخصية ويولد لك شخصية لوحدك كده، صورة. ومن خلال الصورة دي هتعمل أنا بيها قصة كده عن طريق مقطع صوتي برضه مولد من أحد المواقع. في مواقع مجانية كتير، وفي مواقع اشتراك يعني. فممكن تجيب الصورة والمقطع الصوتي وتعمل مسلسل صغير كده مع نفسك، 4 5 دقايق. ممكن تعمل مقطع صوتي 15 ثانية، 20 ثانية، 30 ثانية، نصايح، معلومات، أي حاجة من دي، وتعمل محتوى جميل جدا. والمحتويات دي منتشرة الفترة الأخيرة دي، عشان تهيألي بعد التحديثات الأخيرة في حاجة حصلت في الفيس، يعني إن هم ال- الموضوع بقى تاني عاوز أتكلم عنه، اللي هو طيب هل في ناس بتستخدم الموبايل ده استخدام صح؟ أنا شايف إن في ناس بتستخدم الموبايل استخدام صح جدا، بتكسب منه مكاسب حلوة جدا، وبتعمل منه محتويات على السوشيال ميديا وصفحات وقنوات يوتيوب وكده، ويبقى فيها مكسب حلو يعني. طيب إيه هي الحاجة اللي ممكن أعملها على الفيس مثلا، على منصة الفيس، وتجيب لي دخل أو تجيب لي أرباح؟ وهل الفيس أصلا بيدي فلوس لا طبعا. طب ده بيدي فلوس وبيدي دولارات كمان. طيب إيه اللي ممكن أو إيه الشروط اللي ممكن تخليني أشتغل على الفيس؟ والله في الوقت الأخير وبعد التحديثات الأخيرة اللي ظهرت كده، بعض الآراء بتقول إن الشروط الجديدة، أو عرضوها على الشروط الجديدة دي، بتقول إن 10,000 متابع، 150 ألف ساعة مشاهدة في آخر 28 يوم، 3 ريلزات يكونوا على الصفحة في آخر شهر أو حاجة كده. المهم يعني الشروط دي مش معتمدة، أو محدش قال إنها أكيدة على اللي أنا عاوز أقوله لك إن أهم شرط من شروط الفيس عشان تشتغل والفيس يساعدك والخوارزميات تساعدك ويبقى محتواك منتشر، هو إنك تقدم محتوى أصلي. يعني إيه محتوى أصلي؟ يعني محتوى بتاعك أنت، محدش يملكه غيرك، حاجة أنت صورتها بموبايلك، حاجة صورة، فيديو، منظر طبيعي، حاجة صورت بموبايلك، يعني محدش عرضها على أي صفحة تانية غيرك. أنت أول واحد عرضتها، وأنت صاحبها، وأنت صاحب أول الملكية بتاعتها، ومحدش له حق فيها غيرك. بمعنى إن أنا لو صورت صورة مع واحد صاحبي مثلا أحمد، وليكن أحمد، وجاء أحمد أخد الصورة دي، رغم إن أنا مصورها من موبايلي على موبايلي وأنا اللي مصورها، وأحمد خد الصورة دي عرضها على صفحته،
خلاص دي ما بقتش ملكي، في واحد تاني عرضها رغم ان انا اللي مصورها وان انا. المحتوى الاصلي هو الحاجه اللي هي ملكك انت ومفيش حد عرضها غيرك. ده المحتوى اللي بينتشر بشده بشكل كبير جدا، والفيس بيرشحه وبينشره، بيساعد الخوارزميات بتساعدك فيه جدا، وتلاقي نفسك ماشي وعندك ريتش عالي وعندك متابعين وعندك مشاهدات عشان ما تضيعش وقتك في حاجات تانية كتير يمكن تكون صعبة شوية. وفي محتويات كتير جدا بالشكل ده ماشية، محتويات كوميدية، واحد بيعمل مسلسل، قناة واحد بيعمل مسلسل كده حتى في ناس في الأرياف بيروح يصور في الغيط عنده وهو شغال، منظر الزرع بيبقى جميل جدا جدا. القنوات دي بيبقى ريتشها عالي جدا، انا بشوف يعني ريتشها عالي جدا نظرا لان هي قنوات بتقدم محتويات حصريه او اصليه 100%. كمان في ناس بتعمل رياكتات، يعني زي مثلا نقوله اسلام فوزي مثلا، من اشهر الناس اللي بتعمل رياكتات في الفيس او اليوتيوب او كده. ان هو اللي بيجيب الفيديو الاصلي، فيديو معين، وبيعلق عليه بصوته، او بيجيب مقتطفات كده من الفيديو، وبيجيب صورة مصغرة ليه في ركن الشاشة، وبيبدأ يعمل، ده اسمه محتوى تحويل. يعني أنا بحول المحتوى ده من حاجة تخص فلان لحاجة تخصني أنا، وبكسب منها فلان. بس لازم طبعا الحاجات دي بتبقى بشروط، يعني عشان يقبلها الفيس أو بتبقى بشروط. هو إن أنت لازم تعدل فيها بنسبة أكتر من 50% تقريبا. يعني إيه؟ لازم بقى تعديل جوهري بحيث إن تغير من الفيديو الأصلي تحوله ليك أنت، أو يبقى حاجة تخصك أنت. تعمل مؤثرات طبعا في المونتاج، وتعمل وتعليقك بصوتك يكون واضح وتحاول تقدم معلومة أو حاجة مفيدة كده في الفيديو. يعني تحول الفيديو لحاجة، يعني حاجة تحويلية اتحولت ليك أنت. قدمت حاجة جوهرية بحيث إن إحنا لو لغينا الفيديو الأصلي تفضل القيمة زي ما هي اللي أنت قدمتها. طيب في ناس تقول لك أنا مش عاوزة أطلع بصوتي أو بصورتي أو مش قادرة، بس نفسي أشتغل في المجال ده. في حاجات كتير في السوشيال ميديا كده. يعني أنا شايف في قنوات كتير جدا آه، بتشتغل بالاي اي او الذكاء الاصطناعي. هو بتعمل محتويات جميله، واعتقد انها مقبوله لان الذكاء الاصطناعي مش مرفوض تماما. اكيد هو فيه له شروط معينه برضه. يعني لو حضرتك جبت عملت ابتكرت شخصيه كده كرتونيه مش بتاعت حد، او شخصيه مش بتاعت حد، عن طريق برومت من شات جي بي تي او جيميناي، ومثلا بتقول حكم، بتقول نصايح، بتقدم معلومات، بتعمل اي حاجه، وحاولت وخدت سكريبتات برضو. النصائح دي عملتها، ولدت منها صوت من موقع، اي موقع توليد اصوات، وعملت فيديو من الصوت والصوره اللي هيطلع لك فيديو ممكن نقول 15 ثانيه 30 ثانيه. هيطلع فيديو جميل جدا، وده بيعتبر محتوى اصلي بتاعك انت لان انت ما خدتوش من حد. يعني الحاجه دي حاجه مبتكره من وحي خيالك انت عن طريق بروموت معين. السكريبت برضه انت كاتبه مؤلفه، حتى لو الفه لك موقع معين شات جي بي تي او جيميناي. فالحاجات دي اعتقد ان هي تبقى مقبوله لان هي مش بتاعت حد. المحتوى اللي تقدر تقول عليه مش مسروق او مش ما عليهوش حقوق ملكيه، ده ممكن يجيب ارباح من الفيس ويكون محتوى اصلي ويتعامل معامله المحتوى الاصلي. رغم ان انا شايف ان في صفحات كتير جدا بتشتغل الاي اي بشكل غريب. يعني مثلا يجيبوا صورة الممثل أو المطرب، طب ليه ده أنا اللي مصورها من موبايلي، لأن في واحد تاني عرضها، فهي كده أصبحت مش ملك، مش بتاعتي. ده المحتوى الأصلي لازم حاجة تكون ملكك، إن محدش عرضها غير أو محدش أخدها غير. تمام، حتى لو أنت اللي مصورها، حتى لو
فأنت لما تكون عاوز تعمل محتوى صور بموبايلك صورة ونزلها على صفحتك، واضمن إن مفيش حد صورها، واعرف إن مفيش حد نزلها قبلك، أو أكيد أنت هتبقى متأكد من كده لأن مفيش الصورة اللي أنت صورتها. ودي هتبقى محتوى أصلي خاص بيك أنت، لأنك أنت اللي صورتها وأنت اللي نزلتها على صفحتك، ومفيش يعني صورتك مفيش حد هياخدها تاني. ده هو المحتوى الأصلي اللي احنا بنتكلم عنه. آه، الفيس بيدور عليه وبيشجعه وبينشره للجمهور، وبينتشر بسرعة جدا، والقنوات بتكبر جدا طالما هي فيها محتوى حصري أو أصلي. طيب، في ناس تانية بتعمل محتويات رياكت، اللي هو بيجي يجيب فيديو ويقطع منه بعض الأجزاء وبيعلق بصوته على الفيديو، وي- وبيعلق بصوته على الفيديو مع صورة مصغرة يعني بجانب الشاشة كده. أو أنا مش شايف قنوات كتير جدا جدا شغالة بالشكل ده، بس هل يا ترى القنوات الجديدة اللي هي لسه ما اتفعلتش ربح ده بيبقى مقبول عندها؟ وفي شروط للموضوع ده. أول حاجة إن يكون الفيديو ده فيه إضافة، يعني أنت ما خدتش الفيديو الأصلي عرضته، أو حتى لو كتمت الصوت وعلقته بصوتك، إن ما يكونش يعني ما يكونش فالموضوع ده مقبول للربح، بس ليه شروط معينة. يعني أولا أنت لازم تعدل في الفيديو بشكل يخليه تعديل قولوا. والموضوع ده مقبول للربح بس بشروط معينة. يعني انت ممكن تاخد الفيديو وتعدل عليه تعديل جوهري، يعني ما يبقاش انت واخده مثلا بتعلق عليه بصوتك بس وظاهر صوت الفيديو ظاهر، او في موسيقى ظاهرة. وحتى لو كتمت الصوت برضه لازم يبقى في تعديل جوهري على الفيديو، بحيث ان احنا لو حذفنا الفيديو الاصلي، هل هيبقى الفيديو بتاعك انت له قيمة، او هو تكميله خلاص مع الفيديو الاصلي؟ فلازم الفيديو اللي انت طلعه الرياكت ده يبقى له قيمة، وتكون انت اضفت عليه قيمة، يعني اكتر من 50% 60%، علشان خاطر ممكن ما يتقبلش لو هو تاخد نسخة كوبي كده في ناس بتقدم محتوى رياكتات، يعني مثلا يجيب فيديو ويحاول وياخد منه لقطات معينة كده، وبعد كده يعرض الفيديو ده، يعني التعليق الصوتي بتاعه
وصورته جنب الشاشة. وده مقبول بشروط معينة، إنك تكون أضفت للفيديو حاجة، يعني عملت عمل حاجة تحويل، حولت الفيديو ده لعمل خاص بيك أنت، أو الفيديو القديم معاه المتغير، أصبح الجديد ده ملكك أنت أو خاص بك. طيب عموما إحنا بنقول طيب هل المحتوى الحصري كفاية، وإن أنا أعمل محتوى لا، السياسات الفيسبوك بتعتمد على برضه الاستمرارية، لأن الخوارزميات بتقرأ أفكارك، تبقى عاوزة تعرف أنت هتستمر ولا مش هتستمر. طب يا ترى نرشح الفيديو ده لمجموعة من الناس النهاردة، طب مجموعة أكبر بكرة. فلازم الاستمرارية، ولازم النشر اليومي، ولازم تنزل بوستات، لازم تنزل صور وقصص، وتعمل ايه تشكيلة كده، يعني ايه، عشان بس الخوارزميات تفهم انك راجل جد وراجل عاوز تشتغل وما عندكش مشكلة في الشغل يعني. طيب انا في في ناس كتير عاملة صفحات لل للاي اي، يعني مثلا رسوم متح... طيب في ناس كتير انا شايفها بالسوشيال ميديا، في الفيس بالذات يعني، عاملة صفحات صفحات. هو الغريب ان في ناس في في الفيس عموما، يعني في السوشيال ميديا والفيس بالتحديد، عاملة صفحات اي اي بالذكاء الاصطناعي، اللي هو المطرب أو الممثل يحولوه لصيغة، بيحولوه ل 3D بيكسر، أسلوب البيكسر، وبياخدوا صوت المطرب نفسه ويولدوا الفيديو من الصورة والمقطع الصوت. أنا مش عارف إزاي هم مستمرين، أو أنا سألت في الموضوع ده كتير جدا، قالوا لي ده مرفوض والفيس ما بيعتمدهوش وما بيديش عليه ربح، رغم إن المواقع أو الصفحات دي بتنتشر بشكل غريب. يعني أنا أعرف صفحات بيجي لها بالخمسين ستين ألف متابع يوميا. أنا ما أعرفش إزاي دي، بس فعلا دي أنا شفتها والله. آه، مش عارف هل التحديثات الجديدة هت- هتوقف الأرباح للصفحات دي، ولا هتعمل إيه؟ مش عارف.
طب أصوات المطربين دول عليهم حقوق ملكية؟ طب الصور حتى لو اتحولت ل 3D برضه نفس الكلام، يعني في حقوق ملكية. هل لو استخدمنا الذكاء الصناعي بشكل إبداعي أكتر هيبقى فيه هل لو استخدمنا الذكاء الاصطناعي بشكل إبداعي أكتر هيبقى فيه أكيد أكيد الناس دي ما بتعملش صفحات يعني وبتخسر. أكيد في حاجة مش مفهومة أو خلي بال حضراتكم كتير جدا بيتكلموا على قنوات اليوتيوب وعلى قنوات عن معلومات ومعلومات متضاربة يعني. ممكن واحد يقول لك ده مقبول، ممكن واحد يقول لك لا مش مقبول، وممكن واحد يقول لك ده مقبول بس لا علق بصوتك انت. يعني تستخدم الذكاء الصناعي براحتك بس اشتغل بصوتك انت. يعني اعمل محتوى كرتون، اعمل اي شخصية خيالية ابتكرها من دماغك، برومت معين كده تحطه على جيميناي GPT يطلع لك شخصية وتبدأ تولد عليها صوت أو تعمل سكريبت وتشتغل. هل ده مقبول؟ ده أكيد مقبول فعلا يعني. لأن أنت ما خدتش صوت حد وما قلدتش صورة حد، فده أكيد حاجة من وحي خيالك أنت ومن شغلك أنت. طيب في ناس تقول لك أنا مش عايز، باختصار يعني عشان تكسب وتبقى ضامن الربح لازم تعمل آه، محتوى. باختصار يعني عشان تبقى ضامن الربح وعارف انك ماشي صح، عشان ما تتعبش على الفاضي لازم تعمل محتوى حصري. محتوى حصري اللي هو إن انت تشتغل صوتك، صورتك، موبايلك اللي بيصور، انت اللي بتصور، حد جنبك بيصور. المهم ان انت تشتغل بصوتك وبصورتك وانت اللي طالع في الفيديوهات، وانت اللي شغال على الصف. في ناس تقول لك لا ده انا مش هقدر اشتغل بصوتي او بصورتي، او مش هقدر احط صورتي على الشاشة واطلع على الصفحة واعمل محتوى. في ناس كتير جدا عاملة محتويات من غير ما تطلع ومن غير ما تبين نفسها ومن غير الصورة ومن غير الصوت. يعني أنا أعرف أو سألت آه، كتير جدا، حتى كتبت على GPT وجيميناي أكثر من مرة يعني. هل الذكاء الصناعي هل الذكاء الاصطناعي مقبول في الفيس؟ الإجابة كانت أنا مش عارف هي الإجابة صح ولا غلط. بس طيب أنا سألت على موضوع الذكاء الاصطناعي وهل الفيس والمنصات بتقبل بالذكاء الاصطناعي؟ ما أكيد بيقبلوا بيه بس بشروط برضه. يعني بمعنى إنك أنت ما ينفعش تاخد شخصية حد وصوت حد وتعمل عليها وتولد منها فيديو. رغم إن أنا شايف في قنوات كتير جدا شغالة بالنظام ده، بياخدوا صور المطربين ويحولوها ل 3D بيكسر تول، بياخدوا الصوت بتاع المطرب ويعملوا مقاطع فيديو
ويعملوا مقاطع فيديو كده فكاهية 15 ثانية 20 ثانية، تبقى شكلها جميل جدا والناس بتحبها وسريعة الانتشار جدا جدا. والقنوات دي بتنتشر، يعني الصفحات دي بتنتشر بشكل كبير جدا. طب يا ترى هما ما بيكسبوش ولا هما بيكسبوا ولا في ربح ولا مفيش ربح؟ أنا مش متأكد من الموضوع ده. بس أكيد يعني أصوات المطربين عليها حقوق ملكية والصور كمان حتى لو اتحولت لكرتون أو بيبقى لها حقوق. فأنت عشان تخرج من الدوامة دي، فأنت عشان تخرج من الدوامة دي ومجهودك ما يضيعش وتبقى شغال صح، في طريقة ممكن تتعمل بالذكاء الاصطناعي. صورتك ما تظهرش وصوتك ممكن ما يظهرش كمان، عن طريق ابتكار الشخصيات نفسها. يعني انت لو عاوز تشتغل في الكرتون اعمل شخصية خاصة بك انت، برومت من على برومت من جيميناي او شات جي بي تي، هيعمل لك شخصية كرتونية بالشكل اللي انت عارفه، ولا الشكل اللي انت عاوزه، وتبدأ تصمم عليها، تعمل لها تعمل منها مسلسل، تعمل منها مقاطع، تعمل أي حاجة. طيب في طرق تانية ممكن تكسب بيها أو تطلع بيها بمحتوى على الفيس من غير ما تبين صورتك أو حتى كمان صوتك يعني. ممكن تعمل محتوى بالذكاء الاصطناعي يكون مقبول، بحيث إن أنت ما تاخدش حاجة عليها حقوق ملكية من حد. يعني مثلا لو عملت شخصية مبتكرة من بروميت من جيميناي أو شات جي بي تي، وأصمم لك شخصية خاصة بك انت، حد بيتكلم، حد بيدي نصايح، حد بيعمل أي حاجة، زي القناة أو الصفحات اللي انتشرت الأيام الأخيرة دي بهذا الشكل يعني. فبيجيبوا الشخصيات بيعملوا شخصيات كرتونية مبتكرة كده من خيالهم، وبيولدوا عليها صوت من أي موقع توليد أصوات، وبيحاولوا يعملوا فيديو كرتوني كده شكله جميل وخفيف والناس بتحبه، يعني حاجة كوميدية كده. وبرضه الشغل ده بينتشر جدا وبيجيب فلوس. طيب أنا أعمل إيه لو واحد مش عاوز يطلع بوشه، يقول لك أنا مش عاوز أطلع على الشاشة، أو مش عاوز أعمل صفحة ومش عاوز الناس تشوفني أو تسمع صوتي، أو في حلول كتير على فكرة للموضوع ده. يعني أنت ممكن تعمل محتوى بالذكاء الاصطناعي بس بشروط بقى. يعني ما تحاولش تاخد شخصية حد معروف أو تاخد صوت حد معروف عليه حقوق ملكية.
وتعمل بقى محتوى. لا، انت ممكن تبتكر شخصية لنفسك، يعني ممكن تعمل شخصية لنفسك انت، آه، محتوى حلو خالص، محتوى منتشر، الناس تتفرج عليه، حاجة كوميدية كده. ممكن تعمل أي شخصية كرتونية من برومت من شات جي بي تي، جيميناي، يعمل لك شخصية ويولد لك شخصية لوحدك كده، صورة. ومن خلال الصورة دي هتعمل أنا بيها قصة كده عن طريق مقطع صوتي برضه مولد من أحد المواقع. في مواقع مجانية كتير، وفي مواقع اشتراك يعني. فممكن تجيب الصورة والمقطع الصوتي وتعمل مسلسل صغير كده مع نفسك، 4 5 دقايق. ممكن تعمل مقطع صوتي 15 ثانية، 20 ثانية، 30 ثانية، نصايح، معلومات، أي حاجة من دي، وتعمل محتوى جميل جدا. والمحتويات دي منتشرة الفترة الأخيرة دي، عشان تهيألي بعد التحديثات الأخيرة في حاجة حصلت في الفيس، يعني إن هم